الراجل بالغلط وقع مفاتيح عربيته، المفاتيح خبطت في الأرض، وفي اللحظة دي الكل وقف مكانه لأن المفاتيح كانت العربية فارهة محدش فيهم يقدر يشتريها. نفس الراجل اللي زمان كانوا بيتنمروا عليه ونفس الراجل اللي كانوا بيسموه شحات وسخ دلوقتي بقى أعلى منهم كلهم، وهو ولد أهله اتطلقوا وبعدها بوقت قصير أمه سابته، بقى يتيم ملوش حد يعتمد عليه غير عمه التاني اللي كان بيجيب له أكل في السر. غير كده كان زمانه مات من الجوع، بس عمه كان في الجيش وما كانش يقدر غير يبعت له فلوس كل شهر أو شهرين. ما كانش معاه فلوس يشتري هدوم، فكان دايما لابس نفس اللبس، وعلشان كده كان ريحته وحشة. الكل كان بيناديه شحات الصغير، محدش كان عايز يلعب معاه. مع الوقت بطل يتكلم وبالراحة دخل في اكتئاب. في الثانوية حب أجمل بنت في الفصل، بس من جواه كان عارف الحقيقة، واحدة زيها عمرها ما تبص له، لحد ما في يوم بالغلط وقع قلم حبر بتاعها على الأرض. بسرعة لمه واعتذر ومسحه في هدومه. الحركة البسيطة دي خلت الاشمئزاز يطلع فوراً، وهو بيحاول يرجع لها القلم باهتمام. واحد غني زقه قدام الكل وفضل يشتمه ويقول له شحات قليل الأدب وإيده وسخة، وبرغم كده حاول تاني يديلها القلم. البنت بصت حواليها وشافت نظرات الاحتقار، وبعدين ضربته الضربة الأخيرة. قالت له يرمي القلم. الجملة دي اتحفرت في ذاكرته لأنه فهم إنها محتقرة. بعد كده وما كانش معاه فلوس يدخل جامعة، راح يشتغل في مواقع البناء علشان يعيش، بس القلم ده مرموش أبداً. وفي اللحظة دي أقسم بينه وبين نفسه إنه في يوم من الأيام هيبقى شخص له قيمة. وفي نفس اللحظة تقريباً عربية خبطت قدامه مباشرة. من غير تردد جري يساعد وكلم البوليس. العمل الواحد ده غير حياته كلها بهدوء.